اهلا اهلا يا حلوين. النهارده هنعمل مع بعض سلطه الزبادي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الطريقه. المكونات اللي معايا النهارده خيار. معايا خيار ومعايا علبتين زبادي. العلبه 170 جرام. تمام، فانا هستعمل علبتين والعلبه بشرت لكل علبه خياره. تمام، ومعايا هنا رشة نعناع مجفف، ورشة فلفل اسمر بسيطة جدا، ورشة ملح. بس انا مش هحط الملح دلوقتي علشان هخليها في التلاجة، مش هاكلها دلوقتي. انت لو هتاكلوها على طول حطوا الملح. تمام. الخيار معايا هنا مبشور. انا بشرت خيارتين لعلبتين الزبادي وصفيتهم من المية. انا عارفه ان الميه مفيده جدا، انا بشربها على فكره، بصفيها واشربها. بس لازم اصفيها، لان لو ما صفيتهاش بتدي منظر للسلطه كده مش حلو، انا ما بحبوش. فجربت لما صفيته لقيتها افضل. تمام. انا معايا هنا الخيار اهو مبشور بالشكل ده، هنزل عليه بالزبادي. طبعا هي سهله جدا، بسيطه خالص وبتريح المعده جدا. يعني انا لو حاسه ان معدتي تعبانه باكلها برتاح جدا. وانزل بالنعناع والفلفل الاسمر. زي ما قلت لكم انا مش هحط الملح غير لما اجي اقدمها، هحط الملح. تمام، بس واقلب كده كويس. هي كده خلاص بقت جاهزه معايا. طبعا لو عندك نعناع فريش يكون احلى كمان، حطي نعناع فريش. بس كده خلاص جاهزه معايا السلطه. طبعا سهله جدا وبسيطه ومفيده جدا للمعده، او اللي عنده حموضه، حاسس بحموضه، لو اكلها بتريح المعده جدا جدا. اهي معاكم سهله جدا وبسيطه. ان شاء الله تجربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش شجعوني بلايك وشير للفيديو ومشاركه للفيديو واشتراك في القناه. طبعا يا بناتي حلوين، ما بتاخدش ملح كتير، هو رشه بسيطه جدا، وانتي اظبطيها بقى حسب رغبتك. تمام، يلا باي باي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. باي باي.